في المغرب ترقب كبير في الشارع الكروي. هناك مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم 2022. صحيفة الصحراء نقلت تصريحات مدرب منتخب، نتابع ماذا قال الصحراء المغربية. وليد الرقراقي بعث برسالة طمأنينة للجمهور المغربي قائلا: بمساندتكم قادرون على الذهاب بعيدا في مونديال قطر. الرقراقي أكد ثقته في لاعبي أسود الأطلس لتحقيق المفاجأة وبلوغ الدور الثاني، على عكس الترشيحات تصب في خانة بلجيكا وكرواتيا لخطف بطاقتي المجموعة. المدرب الوطني المغربي قال إن القائمة التي سيعتمدها لخوض كأس العالم تم حسم معظمها، هناك بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عنها. نبقى مع صحافة المغرب هذه المرة. صحيفة المنتخب نشرت الحوار الحصري الذي أجرته مع مدرب منتخب بلجيكا كاملا بالنسخة الإلكترونية. نتابع أبرز ما جاء في الحوار من المنتخب المغربية. الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا قال: المغرب يملك فريقا موهوبا، فطالما هناك مدرب جديد إذن هناك دينامية جديدة وروح جديدة. إطلالتنا الأخيرة شارع الصحافة العربية اليوم من تونس، حيث أجرى صحيفة الصباح نيوز حوارا حصريا مع أحد نجوم تونس في مونديال 1978. نتابع من الصباح نيوز التونسي هذا الخبر. الحارس الأسطورة الصادق ساسي الشهير بعتوقة أكد أن المهم للجهاز الفني يسور قرطاج التركيز على حسن اختيار الحارسين الثاني والثالث تحسبا لأي طارئ، مؤكد أنه يفترض دائما وجود حارس مرمى له خبرة بمثل هذه المواعيد الكبرى حتى يكون صمام أمان وداعما لبقية الحراس. عتوقة أكد ثقته في لاعبين السور الظهور على مستوى الحدث في قطر، لافتا لأن أيمن البلبولي يمتلك خبرة كبيرة ستفيد المنتخب. وصلنا الختام. شكرا طيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.